ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت ماسك تحفه جدا، هتحفظيه في العلبه. مش هناخد غير بس منه كل 3 ايام، يعني معلقه وبس. هنضيف الكميه. اول حاجه هعملها اللي هو البودر عشان احفظها في علبه. هنا معايا ترمس مطحون، ده من عند العطار، جميل قوي للبشره. وهنا الحنه البيضه دي فظيعه قوي، تسديل البذور وحب الشباب والكلف وتفتيح المناطق الداكنه. بجد جميل قوي قوي. وحليب البودر والنشا، هو ده الحاجات البودر اللي انا هعملها مع بعض. هنا اول حاجه طبعا هنعمل كميه ونحفظها في علبه. شوفي انت هتضيفي لو معلقة من كل نوع يبقى معلقة، معلقتين. انا هضيف طبعا معلقتين. اول حاجة ترمس مطحون، تمام. وبرده معلقتين حنة البيضة، الحنة دي موجودة عند العطار. هنضيف معلقتين، يبقى ضفنا معلقتين ترمس مطحون ومعلقتين حنة بيضة. حنة جميلة قوي قوي بجد، حلوة قوي للبشرة ومخصصة للبشرة. وحليب بودر، حليب بودر هناخد منه معلقتين برضو. اهم حاجة تساوي المقادير بالسوا. ومعلقتين نشا كبار. وبعد كده هقلب ده كله كده، الحاجة تجف كده مع بعض. فظيع فظيع الماسك ده يا حبايب. بصوا انا عاملة كمية بصراحة عشان بحفظها. إيه يعني بدل ما كل شوية كده اخد من كله نوع، لا، انا عملتها كمية كده وهحفظها في علبة. وهاخد بس منها معلقة وهضيف عليها عسل نحل وزبادي وزيت الورد بس. وهو ده هيبقى الماسك بتاعي. ممكن تستخدميه مرتين في الأسبوع أو 3 مرات، بس مش أكتر من كده. مع الماسك بقى اللي عملته الخميرة البيرة، بس تحفة بجد. جربوا الماسكات دي بجد تحفة بجد بجد. أنا من حلاوتها عاملاها كمية وهحفظها في العلبة دي، تمام. طبعا هتضيفيها في اي برطمان عندك. ولما نعوز حبايب قلبي هتتلافي بس معلقه على قد استخدامك. شوف استخدامك انتي. هو حلو قوي في اي منطقه انتي عايزاها، في الداكنه يعني في اي حاجه. بصوا تحفه بجد الوصفه دي. وللبشره جميله قوي، بتشد بصراحه تحفه بجد. بتدي لمعان كده فظيع للوش. هنا طبعا هسيب طبعا حوالي معلقه في العلبه دي، عشان برضو دي هنستخدمها. وانت لما تعوزي طبعا هتاخدي معلقة على قد استخدامك، والباقي ده هتحتفظي بيه عادي بالشهر والشهرين. هنا طبعا لما هتيجي تستخدمي هناخد معلقة عسل نحل. طبعا لازم يكون بلاستيك او خشب، عشان فوائد العسل النحل مينفعش بالمعلقة السلستين، تمام. وهناخد معلقة برضو من الخليط اللي احنا عملناه البودر، ومعلقة زبادي، تمام كده. بجد جميل قوي قوي، مش هتبقى يعني لو في نقط سودا في وشك مش هتلاقيها بجد. بجد تحفة تحفة تحفة. حتى بصوا انا عاملاها في علبة يعني، ومحتفظة بيه عشان برضو انا بستخدمه كتير. يعني مش عشان اصور لكم فيديو ولا اي حاجة، انا بصراحة الحاجات كل اللي انا بعملها بستخدمها، اني مش مضرة ولا اي حاجة. وطبعا الترمس المطحون ده معروف من ايام زمان بصراحة. والدتي كانت بتعمله برضو بالبيضة وكده، وبتحطه على بشرتها، بصراحة معروف جدا. كده خلاص بقى هلم الدنيا دي. كده خلاص ضربت الخليط الماسك. وهنا طبعا دي اختياري براحتك، ممكن ما تستخدموش، بس زيت الورد حلو وجميل قوي، بيديك نعومة للبشرة زيادة. زيت الورد ده ما تستغنيش عنه.
وهضيفه طبعا في بشرتي. هيقعد بالظبط، خليه في بشرتك نص ساعة، وايديكي برضو نص ساعة، وبعدين كده حاولي افركيه كده. بس انا في الوقت ده انا غسلته على طول بسرعة، كنت مستعجلة فما فركتوش ولا اي حاجة. بصوا الحنة دي تحفة بجد، الحنة البيضة فوائدها جميلة اوي. عايزة اقول لكم بعمل برضو رقبتي ووشي، بجد بجد جميل اوي اوي. جربوا برضو الماسك اللي هو بتاع اللي انا حاطاه على قناتي بتاع الخميرة الفورية، بجد بيدي بصوا لمعان للوش غريب، تحفة بجد. بصوا كده بدهن كده طبعا على وشك برضو، في وشك بتدهني وفي ايديكي، تمام. ونص ساعة هرجع اغسله وهوريهولكم بعد ما اغسله. عجبكم الفيديو حبايب قلبي، لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي مشتركش في قناة ام كرس يشترك. اعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. بصوا كده طبعا برضو في وشك تفضلي حوالي 3 دقايق او 5 دقايق، وانتي بصي تعملي مساج كده لحد ما ينشف على بشرتك، تمام. وبعد ما ينشف كده خلاص تخليه بقى نص ساعة وتغسليه، شوفي النتيجة بقى. بصوا بياض غير عادي، وشد الجلد بجد فظيع جدا جدا جدا. ايه رأيكم بقى؟ بصوا يعني الحاجات دي مكتوبة على العلبة نفسها. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يعجبكم. ايه رأيكم؟ نعومة غريبة جدا وبياض غير عادي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.